أخت أسماء، في موضوع اكتشاف الحب الكاذب أو الرجل الذي يخدع في حبه. خلينا نتكلم بالحب الحقيقي. نعم. اللي هو الصادق. ممتاز. اللي هو مثل واحدة تعرف ان الآن هذا الشخص المتقدم لها مثلا، أو اللي لها علاقة معاه، أو يعني شيء ملامح الصدق في علاقته. والعرب تقول وبضدها تعرف الأشياء، فإذا عرفنا الحب الصادق فنعرف الكاذب. نعرف الكاذب. يلا بسم الله. يعني تأكيد موضوع اللي هو المشاعر الطيبة، احترام الشاب لها، خوف عليها، وهذا بند رقم 1. لما الشاب يخاف عليها مو يغار عليها، يعني يقعد يمثل عليها انه هو يغار عليهم، لا تطلعين بس ساعة ولا تدشين بس ساعة وانا اخاف عليك، لا، انما هو يعني يشعرها بمسؤوليته تجاهها. هني تشعر المرأة ان فعلا هذا رجل ممكن نرتبط به بعلاقة تتوج بالزواج. يمكن من العلامات المميزة حقيقة اللي ينبغي أن تنتبه لها كل فتاة في هذا الموضوع سرية الحب هذا. نعم. إذا هذا الرجل طلب منك المحافظة على هذه السرية، وبدأ يواعدك في أماكن خاصة وسرية، وبدأ يعطيك أشياء ويقول لك دائما هذه الأمور سرية، اعرفي أن هذا الإنسان في الغالب لن يكون جاد في حياته ولن يكون صادق في هذه الحياة. أم راشد، شو رأيك في كلامي؟ والله كلامك معقول، بس أنا عندي كم سؤال ممكن؟ أي تفضل. لأن أنا جيت علشان أتكلم بكل شيء. ممتاز. أول شيء علشان الدكتور اللي قال لازم أول شيء التعرفة والعقل ولا آخرته، والدكتورة بعد نفس الشيء، هذا كله أنا مريت فيه. نعم. كلام حلو، العقل، الزواج ولا آخر، كل هذا اللي قالوا أنا مشيت فيه. ممتاز. وصدقته. وآخرتها ما شيء، لدرجة إني عصيت ربي ب5 سنوات. ما هو الدكتور قال لك يا بنتي يعني لحظة يا خليفة. تفضل. ودرجة إني كنت أنا بموت، ويعني وأسرع على سرعة 240، بس أبى أنقلب بالسيارة، لأن اكتشفت بالأخير إن الرجال كان شذاب. يعني شو تتوقع أكثر من شيء؟ خيانة، عصيان رب العالمين، ضياع روحي، دخول جهنم، بسبب إنسان لا ضمير عنده. مجرد أنه أخذ الإنسانة هذه وعارف أن ما عندها أحد وراها بس للمتعة، وكان كله يعني حاسة في زواج، في عيشة يعني عايش وياي في بيتي ويعطيني ويسوي لي كزوجي بالضبط. يعني أنا حسيت إني بتزوجه بنكون متزوجين، بس بالأخير هذا كله ماشي، حتى أدى لأني كنت بخسر روحي. كم مرة نومت في المستشفى بسبب الحب هاي الزايف الذي الرجال يخدعون البنات أو يخدعون الحريم بشكل عام بس عشان توصل للجنسية. يعني صراحة كلام الأخوان اللي عندك يقولون لازم العقل وما العقل، أي عقل وما عقل، ترى هو يخدع مليون عقل، مش إنه علشان عقل. طيب. وهم بكل شيء. هذا يعني محور جميل بنتحاور فيه، لكن خليني أخذ كم من مكالمة شوية. ومحمد من الإمارات، تفضل يا محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا اخوي؟ يعطيكم العافية على البرنامج. ويعافيك إن شاء الله. تفضل يا أخي. أنا بغيت بس يعني عندي موضوع هو تقريبا مشابه لموضوع أم راشد. نعم. وتقريبا يعني بس أنا في النهاية تزوجته، يعني خذت الإنسان. طيب. وخذته وأنا أعطيته مهري وأنا أعطيته كل شيء. حلو. وكان إنسان يعني مختلف جدا، يعني في قصة في علاقتنا. أنا كملت معاه 5 سنين علاقة يعني. نعم. وبعد ال5 سنين تزوجته. طيب. وبعد ما تزوجته شفته إنسان مختلف تماما، يعني غير اللي أنا عرفته وحبيته ويعني حاربت أهلي وحاربت أبويا وإخواني عشان أخذه. يعني طلع أسوأ. طلع أسوأ من قبل، يختلف 180 درجة، يعني مش هو الشخص اللي أنا حبيته. حتى لو بطلب أقل شيء، لو بطلب منه مثلا مصرف أو شيء يعتبره مصلحة. محمد سامحيني، بس أنت خلال فترة ال4 سنين هذه ايش القناع اللي كان يستخدمه لدرجة انك انت ما فكرتي شوي بعقلك وقلتي هل هذا الانسان صادق ولا كاذب؟ ما فكرت في الشيء، لاني انا في فترة العلاقة نعم. عرفني على هلا، عرفني على خواته، يعني مستحيل انسان يكذب علي لهالدرجة، يعني انه يعرفني بخواته وهلا ويدخلني بيته
ويدخلني عند امه، ويعني كانت نيته يعني مش سيئه. نعم. كانت نيته يعني معروفه انها طيبه، يعني مبين لي كل شيء زين. وهو خذني عن حب، انا ما انكر هالشيء، وحابني وانا حابتنه. لكن في النهايه يعني 66 شغله يعني تختلف يعني في كل شيء، في الاسلوب، في التفاهم. اكتشفت ان عقليتي تختلف عن عقليته. لكن الحين نعم. يعني انا خلاص يعني من كثر، يعني الحين كملت معاه 3 سنين زواج، من كثر ما انا شفته يختلف وخلاص يعني ما قادر اعيش معاه. وغير كذا انه هو في مكان وانا في مكان. طيب شو يعني ما بتسوي وفر شو لي بتسوي منزل. يا ام محمد؟ شو قرارك الان؟ انا قراري اللي هو الطلاق، هو هذا الشيء اللي يعني مستحيل يعني اتراجع عنه في هالفتره. طيب شكرا. لان كل شيء هو في باله متصور له اني انا مصلحه، بطلب فلوس مصلحه، بطلب شيء مصلحه. شكرا يا انا محمد. ما قادره اني انا اتطلق، لان كل ما اقول له ان مثلا الطلاق يهددني. طيب شكرا يا محمد على هذه المداخله، ونتمنى الناس يستفيدون من مثل هذه التجارب. تفضل يا سهام. طيب شكرا سهام، يبدو لي طلعت عنا. اخت اسماء كنت بتعلقين؟ انا بعلق على الاخت ام احمد، ام محمد عفوا، انها قدمت تضحيات في غير مكانها. صحيح. وهذه التضحيات ما يستحقها رجل تقضي معه 5 سنوات قبل الزواج و3 سنوات الآن كئيبة بعد الزواج. وهذا اللي نسميه الخداع باسم الحب. وهذا اللي أنا أدعو فيه البنات اللي الآن مقبلات على الزواج، أن تكون فترة التعارف قوية جدا حتى يتحققون من مصداقية الشخص اللي أمامهم. ممتاز. دكتور، ونحن في مشارف نهاية الحلقة، بسأل سؤال حقيقة محوري. كيف يوقف الإنسان عاطفته في الحب غير الحلال أو غير المباح؟ مثل تجربة أخونا محمد الآن، يقول عقب 4-5 تجارب قرر أنه ما يتزوج، ووصل عمره الآن فوق 25، ويقول أنا ما أشوف نفسي جاهز للزواج. طبعا التجارب السيئة تؤثر على حياة الإنسان المستقبلية. فكيف يستطيع الشاب سواء ذكر أو أنثى في فترة المراهقة أنه ما يخوض أصلا في ميدان الحب بهذه الطريقة اللي رأيناها؟ هو احنا خلينا دكتور خليفة نقول ان هو خاض، بس المفروض لما بيخوض بيعمل ايه؟ انا دايما اقول الواحد ما يديش حاجة يندم عليها. يعني الاخت ام محمد بتقول ان دفعت له المهر، مش كده ولا ايه؟ يعني دفعت له مهر، وهو عشان تخليه. هو الاول كان بيخونها، يعني الاول كان بيخونها وسهل جدا وياخدها عند اخواته وبتاع، مفيش التزام. دفعت المهر برضه مفيش التزام. لما هتطلق ان شاء الله، لما هتيجي يتطلق منها هيدفعها تكلفة الخداع، لان هو خدعها وهي خانت نفسها. ناخد بالنا من الحكاية دي. فالواحد ما يديش حاجة يندم عليها، وما ياخدش حاجة ما يستحقهاش. ما ياخدش حاجة ما يستحقهاش. الواحد لازم يتعلم لغات الحب بتاعته، ايه نقاط الضعف اللي عنده. يعني زي الاخت امل. الاخت امل عرفنا نقطة الضعف اللي عند الاخت امل، عايزة حد يقضي معاها وقت ويحسسها بوجودها. تاخد بالها من النقطة دي، مش كل واحد يقعد معاها ويقول لها كلمتين حلوين وانت جميلة وانت حلوة وكلام من ده تقع في حبه. ناخد بالنا من النقطة دي. ناخد بالنا ان العلاقة لازم ترتكز على ال3 ركائز الاساسية دول. لو احنا ابتدينا علاقة ابتديها عواطف بس ما نعطلش عقلنا. يعني الاخت بتاع السعودية عطلت عقلها لمدة الفترة الطويلة دي. ما نعطلش العقل لازم يشتغل. الحاجة الثانية لازم نتأكد من الافتراضات. واحد بيقول لي افتراضات احنا هنتجوز. طب ما تتجوز. ايه حكاية ما هنتجوز بكرة لمدة 5 سنين؟ هنتجوز بكرة لمدة 5 سنين، ده 1800 يوم. ايه حكاية 1800 يوم كل يوم بيقول هنتجوز وما يتجوزش؟ ما ينفعش. اللي عايز يتجوز يبقى في فترة زمنية محدودة، احنا هنتعرف قد كده، وفي خلال الفترة دي ما يديش حاجة يندم عليها تحت اي سبب وتحت اي ظرف. وبعدين زي ما قال الدكتور خليفة، ما نروحش اماكن سرية، ما نروحش الخلوة. وبعدين الخلوة ما بتبتديش، بيبتدي بكلام حلو وننسى بقى مخنا، يتوارى مخنا للخلف، وبعدين نبتدي في اللمسات والهمسات والقبلات والكلام من ده. عارفين احنا النهاية ايه، وبعدين نقع في الخديعة. فالنقطة. وبعدين اهم حاجة يا ام راشد، الواحد يحب نفسه. اوعى حد فيكم يقع في خطأ زي ده وبعدين يحاول يقتل نفسه. ليه؟ لان النفس لا تقتل، السلوك يكره. اكره السلوك زي ما انت عايز،